السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. داخل عنا ايام مفترجة، شهر المغفرة والرحمة. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويرفع عنا البلاء والغلاء يا رب يا رب يا رب، بحق الشهر المفترج اللي داخل علينا. بصراحة أنا آسفة إن أنا ما بانزّلش فيديو كل يوم. ليه ما بانزّلش فيديو كل يوم؟ عشان القناة ما تشجّعش تمامًا. أنا بابقى مصوّرة، والله العظيم مصوّرة فيديوهات كتير جدًا عندي، مكسّلة وما بامنتجش وما بانزّلش عشان ما فيش تشجيع. الفيديو يوم ما بيجيب ب50 مشاهدة، 100 مشاهدة، وطبعًا ده كده القناة في النازل خالص، السهم بتاعها في النازل. أتمنى تشتركوا في القناة، اللي ما اشتركش واللي بيتفرج علينا يفعل الجرس ويكتب لي كومنت فضلا وليس أمرا. هنبدأ كده ونسمي الله، وهنعمل مع بعض النهارده الكبد بالبطاطس بطريقة حلوة قوي، إن شاء الله تعجبك. أول حاجة هنسمي الله، ومعايا هنا بصلتين كبار متقطعين، ومعايا بطاطسيتين برضو كده او 3 بطاطسيات كده حلوين متقشرين ومتقطعين مكعبات او تقطيع شرايح كده بس عريضة. تمام. ومعايا فلفل ماجي وكمون وملح فقط، فلفل اسود وملح وكمون وماجي فقط لا غير، والماجي اختياري. ومعايا الكبد والقوانص غسلاها كويس قوي وغسلتها بالملح والخل والليمون، ونقعتها شويه في ليمون، وبعد كده صفيتها وهبدأ بقى. ومعايا فلفل اخضر، ومعايا كمان حوالي 4 طماطميات كده متقطعين في طبق كده، بس ما كانوش قدامي دلوقتي، فانا بقول لكم برضو 4 طماطميات متقطعين. هجيب الطاسه كده فاضيه واحطها على النار، واحط فيها معلقتين كبار كده من الزيت، بس كده. وهحط بقى هنزل اول ما الزيت يسخن معايا، هنزل معايا بالبصل كده. شجعوني ان انا انزل فيديوهات، بالله عليكم نفسي انزل فيديوهات اللي عندي والله العظيم، ونفسي يعني انا من كتر ما القناه مش شغاله والله العظيم ما فيش نفسي ان انا يعني انزل فيديو جديد، اعمل لكم وصفه جديده، الكلام ده كله والله العظيم مبقاش عايزه، يعني عشان مش شايفه ان القناه شغاله. ففضلا وليس امرا تشجعوني. هنا طبعا بعد ما البصله دبلت معايا او اصفرت بالشكل ده، يا دوبك بس تدبل، انا مش عايزه البصله تغمق ولا حاجه، يا دوبك دبلت معايا. هنزل بقى ب4 طماطمات اللي انا مقطعاهم كده، وهقلبهم بالشكل ده في قلب البصله. بعد كده هنزل عليهم على طول بالفلفل طبعا لو عندك فلفل الوان متاح عادي، عندك فلفل اخضر، انا اللي متاح عندي فلفل اخضر فهحط فلفل اخضر. بعد كده هنزل على طول عليهم برضو بالتوابل، بعد ما اقلب بقى الفلفل كده هنزل بالتوابل بتاعتي، الفلفل، الملح، الكمون، والماجي، وهقلبهم كويس قوي كده، وهسيبهم بقى تتسبك معايا شوية كده مع بعضها، الطماطم والبصل والفلفل والتوابل. بعد ما اتسبكت معايا طبعا بالشكل ده، خدت غلوتين، رحت حاطه عليها حوالي ربع كوبايه من الميه كده، وهقلبها. زي ما انتم شايفين كده خلاص هي خلصت. التسبيكه بتاعتنا كانت ايه خلاص، يعني بدات تستبك شويه، حطيت عليها حبه ميه من الكتل كده، كنت مسخناها، كنت طبعا عامله مكرونه بقى جنب الاكله الجميله دي، كنت عامله مكرونه محمره. كنت محمره المكرونه وركناها طبعا قبل ما ابدا في الاكله بتاعتي، لان الاكل ده ما بياخدش، يعني الاكله دي ما بتاخدش معاكي وقت لو انت مستعجله، فدي تاخد معاكي وقت ربع ساعه بالظبط تحضير، وسوا قولي نص ساعه بالظبط تكوني مجهزه الاكله دي. حطيت بقى للمكرونه الميه بتاعتها، واحط لها الملح والتوابل، واغطيها تستوي بقى كده، الاتنين ياخدوا معادل سوا واحد بالظبط. يعني انا على ما بدات اخلص كان الاتنين مخلص يعني مستويين مع بعض، البطاطس والكبد والمكرونه. حطيت بقى البطاطس، نزلت بالبطاطس بتاعتي بالشكل ده واقلبها، وهنزل عليها على طول بالكبد والقوانص، لان هي الكبد والقوانص والبطاطس هيستووا سوا واحد، لان انا مقطعه القوانص صغير، يعني مقطعه قطع القوانص صغيره والبطاطس كبيره بحجم الكبد، هياخدوا سوا واحد. الريحه بقى ما اقولكوش هنا جميله.
هنزل هنا بقى على طول بالكبد بتاعتي، الكبد والقوانص بتاعتي. انا عملت معاكم الكبد والقوانص بكذا طريقه قبل كده، عملتها بالرز المبهر، وعملت لكم برضو الكبد بالبصله، كانت تحفه برضو في مره. يعني كل مره بحاول اقدم لكم الكبد والقوانص بشكل جديد او بطعم جديد. هقلبها بقى كده ومع نفسها بقى هغطيها كده باي غطا، وهسيبها بقى مع نفسها تستوي. بس هديها حبه من الميه كده صغيرين علشان ما تنشفش معايا. اديتها حوالي نص كوبايه كمان، وهسيبها بقى مديها ملحها والتوابل بتاعتها مظبوطه، مش محتاجه اي حاجه تاني. هغطيها بقى بالشكل ده علشان تاخد السوا الكامل. بس اي غطا كده وهغطيها زي ما انتم شايفين. بعد ما غطيتها طبعا وخدت القلب بقى والسوا بتاعها، قلبتها كده بقى وخلاص استوت معايا. تعالوا بقى اوريكم البطاطس، بصوا دايبه البطاطس مستويه، وكمان هطلع لكم من الكبد بتاعتي مستويه جدا ازاي، واخدين سوا واحد، والبطاطس ما اتهرتش ولا اي حاجه مع الكبد. اما القوانص عشان انا مقطعاها قطع صغيره فهي استوت السوا بتاعها كامل الحمد لله. وطعمها بقى وريحتها كانت تحفه. شايفين دي القوانص مستويه برضو معايا ازاي، ما شاء الله. خلاص بقى نبدأ بقى نحط الأكل بتاعنا. كانت ريحتها تحفة بصراحة. جربي الطريقة دي مش هتندمي، هتغيري فيها لو أولادك ما بيحبوش الكبد والقوانص ممكن، ولو بيحبوها اديك عملت لهم طريقة جديدة هتعجبكم جدا. هبدأ بقى أحضر كده أو أحط الغدا بقى عشان نتغدى. شوف شكلها تحفة ويفتح النفس ازاي. كمان عملت جنبها سلطة كده. نحط طبق كمان. يلا اللي اتفرج الفيديو لحد هنا بقى كده ما ينساش اللايك. نبدأ بقى نحط، بصوا بقى المكرونة مش هحط عليها اي اضافات ولا طماطم ولا حاجة خالص. انا محمراها بس كده تحفة. وشايفين المكرونة كمان مفرولة زيها زي الرز بالظبط. بصوا جميلة جدا. الله عليها بقى وريحتها كان تحفة وطعمها جميل جدا. الله، انا بقى بحب المكرونة محمرة بالشكل ده. بس نحط طبق مكرونة تاني زي ما انتم شايفين كده نازلة من الحلة بتجري مفرولة. الله. طبعا كلنا بنعرف نعمل مكرونة يعني، بس احنا بنتكلم في البنات بقى الامارات اللي بيبقوا لسه مبتدئين في المطبخ وبيبقى عايزين وصفات واكلات سهلة ليهم. كده خلاص خلصت. نبدأ بقى نتغدى. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم في رعاية الله.